اسمعوا لهذه القصة الجميلة الرائعة جدا لأحد دعاة الإسلام، الرجل الداعية الفاضل الدكتور عبد الرحمن السميط، مواليد 1947 وتوفاه الله سنة 2013. هذا الرجل الداعية اللي كان في أفريقيا يجوب أفريقيا وكل مكان في العالم ينشر الإسلام، وانظر إلى فعل الخير. إلى الآن ناس تدعو له بالرحمة، وما شاء الله تبارك الله المؤسسات الخيرية، لجنة أفريقيا ومؤسسة العون إلى الآن موجودة، هو من مؤسسينها. فهذا الرجل بسم الله تبارك الله له أيادي بيضاء في كل مكان في العالم، والكل يعرف من هو الداعية المحسن، الداعية إلى الله تبارك وتعالى، الدكتور عبد الرحمن السميط. الدكتور عبد الرحمن السميط صارت له قصة، يقول أثناء ما كنت أنا في الدعوة في إحدى الدول تعطلت السيارة، فكان يبي أحد من المارة يقف ويصلح له السيارة ويساعده في تصليح السيارة كان مع مرافقينه. فوقف قس من القساوسة الإيطاليين، فعرف أنه مسلمين وتكلم، فتهكم عليه كونه مسلم يعني، فقال له اذهب وخل محمد يصلح لك السيارة. بهذا الاستهزاء وهذه الطريقة الدكتور يقول كملت أموري وصلحت السيارة وتركت الرجل بتهكمه، وكان معاه مجموعة من الناس كلهم مسيحيين كاثوليك. الشاهد من القول صلح السيارة ومشيت، وقدر الله تبارك وتعالى يقول لما يعني تناصفت الطريق وجدت هذا القس الإيطالي سيارته معطلة مع ناس، فنزلت أنا وصاحبي ترجلنا من السيارة وصلحنا السيارة. وقف وهو محرج، الرجل يتصبصب عرقا، ما يبقى يقول يشكره يتكلم معه، يعني محرج الرجل. فالدكتور يقول احنا ما التفتنا له، كملنا صلحنا إلى أن اشتغلت السيارة وركب. فقال الدكتور عبد الرحمن السميط هذا اللي أمرنا في ديننا، أن نقف إلى الناس وانظر إلى موقف الإحسان، تحسن إلى الكل، لا تقول لي دين، لا تقول لي مذهب، لا تقول لي فلان، لا، تحسن مع الكل. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقيض لك يعني من يساعدك أو يصير لك موقف، أو سبحان الله يعني تنفتح لك أبواب الخير في كل مكان، ناهيك عن الحسنات والثواب عند الله والأجر العظيم. نرجع للقصة. فلما قال الكلمتين هذول الرجل أحرج، ويقول مشينا وسلمنا ورحنا. يقول بعد فترة وصلني خبر بأن كل من كان في السيارة في ذلك اليوم التي عطلت من الأخوة المسيحيين الكاثوليك أخوانا في الإنسانية، كلهم دخلوا الإسلام. انظروا إلى الخير، انظروا إلى الجمال، انظروا إلى الأخلاق المحمدية الأصيلة، الأخلاق القرآنية. هذا اللي ربانا عليه حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الإحسان. إذا تبون الإحسان هذا هو الإحسان. لذلك افعل الخير، لا تقولي والله هذا مذهبه ودينه وعقيدته وهذا من الجنسية الفلانية. الحمد لله الإسلام ما يعلمنا اليوم العنصرية، ما نكون احنا عنصريين نقول هذا أفريقي وهذا آسيوي وهذا أوروبي وهذا من البلد الفلاني. الحمد لله احنا مسلمين، ويجب أن نكون محسنين مع الكل دون استثناء. ما أجمل الإحسان، وما أجمل أن نكون من المحسنين، وما أجمل أن نبرز هذه القدوات الجميلة الرائعة في حياتنا مثل الدكتور المحسن عبد الرحمن السميط. والله سيرة هذا الإنسان يعني رائعة جدا، وسيرته عطرة، وآثاره موجودة إلى الآن باقية، ورحم الله كل من تذكر هذا الإنسان وترحم عليه ودعا له بالخير. رحمة الله عليك دكتور عبد الرحمن السميط، رحمة واسعة.